الهيدروجين الأخضر هو يعتبر مستقبل الكوكب بتاعنا. العالم كله بيسعى ان هو يحصل على الهيدروجين باستخدام الطاقات المتجددة اللي بين قوسين بيسمى الهيدروجين الأخضر. وان الهيدروجين الأخضر ده يكون واحد من أهم وأحدث مصادر الطاقة، ليشكل نحو 25% من احتياجات الطاقة العالمية بحلول عام 2050. وهو اللي هيكون بديل هو في كل الاستخدامات لينا في الحياة. البشر من زمان بيعرفوا يستخرجوا هيدروجين، لكن المشكلة الحقيقية ان هم يستخرجوه ويحضروه من غير اي انبعاثات كربونية، وده اللي هنجرب نعمله سوا ونستخرجه من هيدروكسيد الصوديوم. بس الاول خلينا نتعرف على هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم او NaOH او الصودا الكاوية زي ما بتباع، هي حاجة رخيصة جدا ومتوفرة جدا، وبنقدر ان احنا نحضرها صناعيا من ملح الطعام. يعني ان انا لو عرفت اطلع منه غاز هيدروجين اعتقد ممكن تحل ازمة او بداية لفكرة لحل ازمة. وزي ما انت شايف كده شكله الفيزيائي هو عبارة عن حبيبات بيضاء، نيجي نحطه في مية بيدوب فيها. بس الفكرة بقى ان لما بيدوب بيعمل لنا محلول هيدروكسيد صوديوم، ولو انتوا اتفرجتوا على حلقة الكواشف هتعرفوا ان هو محلول قاعدي شديد القاعدية، فلما يجي اضيف عليه فينول فيسالين هيتحول لونه للون البنفسجي. ده غير ان هو كمان لما بيدوب في الميه ويديني محلول هيدروكسيد الصوديوم التفاعل بتاعنا بيبقى اكزوثيرميك او طارد للحراره. والتفاعل اللي احنا خدناه كله في بدايه الكيمياء هو تفاعل التعادل، هو تفاعل هيدروكسيد الصوديوم NaOH مع حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl يديك ملح الطعام NaCl وميه. والتفاعل البسيط اللي انتوا شايفينه في الكتاب ده هو اللي بيحصل قصادكم بالظبط. اما الدخان اللي انتوا شايفينه فهو ببساطه بخار ميه، لكن عندي بيتكون ميه وملح بيترسب تحت، والملح ده هو ملح NaCl او ملح الطعام. في ملح بيتكون تحت، عارفين الملح ده ممكن نطبخ بيه يا راجل، اطبخ انت بيه لو عايز. وبعد ما اتعرفنا على هيدروكسيد الصوديوم، لو جيت ركزت في الرمز الكيميائي بتاعه اللي هو NaOH هتلاقي فيه ذرة هيدروجين. احنا بقى عايزين ناخد ذرة الهيدروجين دي ونفصلها عنهم تماما. انا ماشي. فهنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قول لي، انا بسأل. والله العظيم ما اعرفش. قعدنا ندور في كل معادلات ال NaOH لحد ما لقينا المعادله اللي قصادكم دي اللي فيها غاز الهيدروجين طالع. لو جبنا هيدروكسيد الصوديوم اللي هو ال NaOH زائد 2Al هيدينا ال NaAlO2 زائد غاز هيدروجين بيتصاعد. طب نجيب الالومنيوم منين؟ اكيد مفيش اسهل من الكنزات. الكنزات مصنوعه من خارج كلها الومنيوم، وفرصه نجرب التجربه اللي كل الناس شككت فيها هنعملها قصادكم دلوقتي وتشوفوا اذا كان هيدروكسيد الصوديوم هيتفاعل مع الالومنيوم، وهل هيفضل في الكنز كيس نايلون من جوه ولا لا. دي بقى عايزه نضاره وعايزه الماسك. يا مسهل. بس يلا. لحظة الحقيقة. اها انت متخيل ان اللي فيها ده كله اتبخر؟ كل ده اتبخر؟ مش ممكن. بص اتقطعت من هنا. في عملنا التجربة دي 3 مرات، مرة انا عملتها قبل كده ومرة الناس عملتها، وهذه المرة اللي انا عملتها. وكده اتاكدنا من المعادله ان الالومنيوم هو يا جماعه بيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم وغاز الهيدروجين بيطلع، بس برضه ما مسكناش غاز الهيدروجين اللي احنا من الاول الحلقه اصلا عايزين نطلعه. هنعمل ده ازاي؟ احنا هنعمل نفس التفاعل، بس بدل ما نجيب كان الومنيوم كله مليان الومنيوم عشان نشوف التجربه ولا لا والالومنيوم هيتفاعل، ده اتاكد. الفكره بقى ان احنا نجيب قطع الومنيوم صغيره بمساحه سطح عاليه ونحبس الهيدروجين جوه بالون. وادي الالومنيوم جاهز. بالونه. لا هي كميه الميه كفايه، بس البالونه ذات نفسها صغيره. ايوه دي حلوه يا عم، ايوه كده. يا رب استر يا رب. والله العظيم صعبه. الدنيا كلها هتبوظ دلوقتي. عايزين نتاكد ان ده غاز هيدروجين دلوقتي ولا شويه كمان؟ دلوقتي. ربنا يستر، ربنا يستر على الناس اللي بره. فين؟ اوعى. جبت واحد من 12. لا المشكلة ان انا مرعوب بس. حد هنا عمل حاجة؟ هم عارفين.
هيدروجين ولا مش هيدروجين؟ اظن مفيش اثبات اكتر من كده ان ده غاز هيدروجين. هو مفيش امتى مفيش. وايه مشكلته؟ خلينا نعمل كده، ده التفسير الوحيد فعلا. دي اغرب حاجه بتحصل في حياتي، ده اغرب حاجه بتحصل في حياتي والله العظيم. المفروض ده يختفي دلوقتي. خلينا نكب. لا اله الا الله. كده ما ينفعش يحصل اصلا. خد الاسيد هنا مثلا. تمام احنا في السليم اهو. كده بقى اسيد، ده كده راح للاتنين. ايوه لا اله الا الله. اسيدك لسه عايز تاني. الحلقة دي حصلت فيها أغرب حاجات ممكن تحصل لي في حياتي. هي دي كان فيها حاجة؟ صدقني أنا لو أعرف أقول لك. بس. المهم شلنا من المعادلة بعيدا بقى عن الهزار اللي حصل ده. خلاص مش ريحة. هو ايه اللي اتكسر ده؟ انا نفسي افهم ايه اللي بيحصل. والله العظيم نفسي افهم ايه اللي بيحصل. حاولنا بجد والله هو الموضوع غريب بس ماشي. هنقول ان احنا بس مش شغالين بتركيزات واضحة، وان احنا شغالين بطريقة هوائية، بحيث ان في حد قتل حد يعني. ماشي